محمود المليجي كان النجم الوحيد زي ما قلت، عمل 750 فيلم. فكان بيشتغل في الشهر 4-5 افلام. فكان لما يعني يضيق عليه الخناق قوي والمنتجين طالبينه والمخرجين طالبينه، كان دايما يرشحني للادوار الفائضه من محمود المليجي. يعني يقول لهم في ولد جديد طالع اسمه فريد شوقي، ابن حلال ورخيص وكويس وهيقول وهيأدي اللي انتوا عاوزينه بالظبط. فكنت باخد ادوار الفائضه الكثيره من محمود المليجي. واشتغلت معاه كتير قوي، وعن لغايه ما جيت انا سنه 52 واردت ان اغير دفه حياتي. يعني اول ما ابتديت زي ما قلت ان باخد الفائض من محمود المليجي، او يقول لك الفيلن اللي بياخد جوابات فاتن حمامه او شاديه وعماد حمدي او محسن او يحيى شاهين البطل، وبعدين الجوابات ياخدها البطل في الاخر. عملت 30-40 فيلم في الشكل ده، لكن فكرت ان اغير الكارير بتاعي او الاتجاه بتاعي، وابتديت انتج من اول فيلم الاسطى حسن. ومفيش فيلم انتجته، اذا كنت انتجت لغايه 35 فيلم الى الان، فيمكن محمود المليجي مشترك معايا في 25 فيلم منه. ليه؟ لان كان الموزع السينمائي زمان او شباك التذاكر يتطلب في الفيلم وجود فريد شوقي ومحمود المليجي. يمكن ما كانوش بيسالوا مين البطله معانا، كنت انا وهو دايما بنكمل بعض في جميع افلامنا، وافلامنا لاقت نجاح كبير جدا سواء فني وتجاري ومادي، واشتهرنا مع بعض وكنا ملازمين لبعض مدى الحياة، لدرجة يمكن ان انا مكتبي هنا في 36 شارع شريف هو نفسه مكتبي، بينه وبينه في نفس الدور وفي نفس العمارة وفي نفس السكن. فكنا دايما نلتقي في الاستوديو، نلتقي على السلم، نلتقي في الاسانسير، نلتقي في المكتب، ونلتقي في كل مكان. كنا بنقعد مع بعض ونشرب القهوة ونتكلم عن السينما كتير قوي، وعن الفن كتير قوي، وعن الوجوه الجديدة كتير قوي. الا ان محمود المليجي كان منطوي على نفسه وكان خجول. هذا العملاق اللي كنا بنشوفه جبار في الشاشة كان خجول ومهذب جدا. يعني لا يجرؤ ولا يستطيع، انه عمري ما شفته شتم حد او طول لسانه على حد، بعكس اخلاقه في السينما جدا. وقد يظن الجمهور او الناس او المشاهدين ان انا ومحمود المليجي على خلاف دايما كما يحدث في الافلام، ان دايما كنا بنتخانق مع بعض او بنضرب بعض، وكانت الموتيفة دي او الافكار دي ناجحة في ذلك الوقت، الا ان كنا من اعز الاصدقاء. كان نفسي محمود المليجي رحمه الله يتذكر او يشوف ازاي تسلق السلم العظيم ده وفضل على القمة. محمود المليجي اللي عمل اخر فيلم له وعمل افلام بعد كده، لما فيلم الارض اللي قال فيه شبع فيه تمثيل، لذلك كتب عنه في جرايد العالم كلها. قالوا ان في فنان في مصر اسمه محمود المليجي، اثبت وجوده، وقف قصاد اي ممثل امريكي او انجليزي، كان فخر. محمود المليجي لا يعوض. أعمال للفنان الراحل، ومهما اتكلمنا وحاولنا نعرف جوانبه المختلفة، فإحنا بنقول إنه في النهاية هو مجهود متواضع بنقدمه عن فنان رحل، وهو أحد الرواد السينمائيين. نرجو أن احنا نكون وفقنا في البرنامج، وشكرا لكم.